أهلا بيكم يا أغلى الناس في رحلة جديدة من الوعي والنضج. النهاردة مش جاية أكلمكم في كلام نظري، أنا جاية أحط إيدي معاكم على وجه حقيقي كلنا بنحس بيه. قليل منا اللي بيعرف يتعامل معاه صح. لو حاسة إن خطواتك تقيلة أو إن أحلامك بتتصدر ليها طاقة سلبية باستمرار، الفيديو ده معمول علشانك. قبل ما نبدأ ونغوص في التفاصيل، لو مهتمة تكوني جزء من عائلتنا الداعمة اللي بتكبر بيكي، يسعدني جدا تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وما تنسيش اللايك الجميل للفيديو، لان دعمك ده هو اللي بيوصل صوتنا لكل بنت محتاجة تسمع الكلام ده علشان تبدأ رحلة التغيير بجد. يلا بينا نبدأ. احيانا بنسأل نفسنا ليه حاسين اننا بنتحرك في حياتنا ومربوطين كأننا بنجري بجسمنا، لكن في حبل خفي بيشدنا لورا. الحقيقة اللي بنخاف نواجهها ان الحبل ده مش دايما ظروف، ولا هو سوء حظ، ولا حتى قلة مهارة منك. الحقيقة ان في ناس في حياتنا سارقين لطاقتنا، بيسحبوا الشغف من عينينا قبل ما يبدأ يومنا. في صنف من الناس موجودين حوالينا، فضولهم مش حب وأسئلتهم مش اهتمام. هما بيجمعوا معلومات عنك وبيخزنوا تفاصيلك زي الأرشيف، عشان في لحظة معينة يستخدموها ضدك أو حتى يسلوا بيها وقتهم في حكاياتهم. إزاي تتعاملي معهم؟ مش لازم تكوني كتاب مفتوح. الغموض هنا مش معناها الكذب، معناه انك تتعلمي تقولي الحمد لله الامور ماشية في سياقها من غير ما تفتحي تفاصيل. خلي ليكي مساحة خاصة، مش كل الناس عندها تصريح دخول لقلبك. احنا بنقع في فخ اكبر من الناس نفسها، وهو فخ الصورة المثالية. بنرسم صورة في خيالنا ان الاهل او الصحاب لازم يدعمونا، لازم يفهمونا، ولازم يسقفوا لنا. ولما بنفشل الصدمة بتبقى مضاعفة، صدمة الفشل وصدمة ان اقرب الناس ما كانوش السند. الحل انك تفهمي انهم بشر بحدود، بخوفهم، بتجاربهم الفاشلة وبعقدهم النفسية. هم مش اشرار، هم بس غير مؤهلين لدعم طموحك. ما تطلبيش من الشجرة انها تديك تفاح وهي في الاصل شجرة شوك. وتعلمي ان الصمت هو القوة العظمى. ليه بتشرحي حلمك لناس وظيفتهم في الحياة الإحباط؟ ليه بتبرري طموحك لناس خايفة أصلا تاخد الخطوة لنفسها؟ اشتغلي في صمت. النجاح لما بيتحقق هو اللي بيعمل الضجيج، مش كلامك عنه. فلما حد يسخر من شكلك أو من أحلامك أو يغلف سخرية بكلمة بهزر، اعرفي ان ده تفريغ لنقصهم مش حقيقة فيكي. وردك هنا هو الصمت والانسحاب بذكاء من المكان، من غير دراما ومن غير ما تبرري لنفسك ليه مشيتي. التعافي الحقيقي بيبدأ لما تبطلي تدوري على اعتراف من حد مش شايف قيمتك أصلا. صلة الرحم واجبة، الاحترام مفروض، لكن الاحتواء والدعم يا جماعة مش منحة من حد، ده حق لنفسك. فاختاري لنفسك دايرة صغيرة، ناس طاقتها زي طاقتك، ناس بتفرح لنجاحك مش بتشوفه تهديد. مش لازم تقطعي علاقاتك، بس لازم تحط حدود. الحدود دي هي اللي تحميكي وهي اللي هتخليكي تكملي من غير ما تنكسري. حياتك غالية وطاقتك أمانة. راجع مين يدخل حياتك ومين يقعد فيها، لأن اللي يستحق قربك هو اللي بيحترم مساحتك ويقدر رحلتك. عايزاكي تفتكري دايما ان حياتك ملكك، وقرارك في حماية روحك مش أنانية، ده أبسط حقوقك. ابدأي من النهاردة بقرار واحد: أنا أستحق السلام. لو حاسة إن الكلام ده لمس جزء جوه قلبك، شاركيني في التعليقات تحت. إيه أكتر جملة حسيتي إنها كانت رسالة ليكي النهاردة؟ بقرأ كل تعليقاتكم وبستمد منها طاقتكم. ما تنسوش، مستنية أشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.